أي ولد مدلل يعطى كل ما يريد يكره في النهاية أمه وأبوه. تقولي ليش؟ اي والله. التسلسل العقلي يقول إنه راح يحبهم يعطونك إيه؟ صحيح. لأنه هو راح يطلب وراح يطلب وراح يطلب وراح يطلب وراح يطلب، فيجي يوم يقول لا. أول ما يقولون لا ما في أي رصيد عاطفي توقفت العلاقة. أنا بطيارة باسمي، لا لا ما في رصيد عاطفي بيني وبينك. كل اللي كان بيني وبينك كماليات، فلوس، ايش تبي خذ، جوال خذ، سيارة خذ، نظارة خذ. ما كان في إشباع عاطفي. يا جماعة لازم في يصير إشباع عاطفي، خاصة اليوم العروض كثيرة للبنات وكثيرة للشباب. إذا ما في إشباع عاطفي داخل البيت تلقى حر الميت. الدلال الزايد والشدة الزائدة وجهان لعملة واحدة، يخرجان إنسان عنده نقص وعنده إعاقة ما راح يقدر يتأقلم مع المجتمع. احنا نحتاج إلى إشباع عاطفي. لو سألتني عن أهم شيء للولد بقول لك وجود أمه وأبوه جنبه. احنا للأسف الشديد الإشباع العاطفي قللنا فيه وعوضناه بالإشباع في الكماليات. كماليات الحياة، أجمل مركوب وأجمل ملبوس وأجمل مطعم وأجمل وأجمل وأجمل، والنفس هذه كأنها خاوية. أنا أقول أنت من ساعة تسلسلت أخوي أبو راشد قلت سيارة نظارة وشنطة.